حريق منزل الإعلامية همسة ماجد في بغداد. قريب من بيتي طمنوني الجيران هدوء، ما حد طمني هدوء، بيتي محترق كله، طمنوني الله يرضى عليكم هدوء. نشرت قبل ساعات الإعلامية همسة ماجد فيديو على حسابها الرسمي في سناب شات في بكاء شديد بسبب حريق منزلها الموجود في بغداد، وظهرت في الفيديو وتقول: سوف أنتظر الكشف الجنائي، وهواي أكو ناس أنتظرها وراح أفضحهم أمام كل الملأ. الكشف الجنائي إذا مو من رب العالمين، هواي أسماء هذا الأسبوع راح تطلعوا أمام الملأ. أشكر الناس والجيران اللي يقفت وياي وسألوا عني، وما أنسى أكيد أبطال الدفاع المدني، والحمد لله زوجي طلع بسلامة. وظهرت تبكي بحرقة بسبب تأجيل طيارتها بسبب الأنواع الجوية، لأن هي الآن متواجدة في الإمارات العربية. أريد أحد يرجعني، أريد أشوف رجلي وبيتي، الله يخليكم رجعوني. نأمل السلامة للإعلامية همسة ماجد ولعائلتها. لا تنسون تضغطون لايك وتتابعون. فدوى البيت، فدوى المهم رجلي طلع، والمساعدات طلعوا، الببغاء طلع، بس عندنا البزازين ماكو مفقود. قلبي ولا مالي خلق أصور أني بيع حال مسر من الناس ما بيع. أنا جاوب واحد واتساب ما يشتغل، ودين الحدث والشلم مالتنا وتعرفوا كلش متعلقة بيهم. أني فدوى الحمد لله رب العرش العظيم. الطيارة من ورا الأنواع الجوية ثمانية، أنا طيارتي اليوم ما أرجع لبيتي، رجعوني فدوى. لا تنسون تضغطون لايك وتتابعونا.